اتكلمت من فيديوهين فاتوا عن غربة التوبة، وكانت أهم نقطة في الفيديو هي إنك بنسبة كبيرة هتحس بالوحدة بعد ما تتوب، لأن صعب تلاقي صحبة صالحة في الزمن ده. وعشان كده في الفيديو ده هقولك إزاي تلاقي الصحبة الصالحة. وقبل ما نبدأ صل على النبي صلى الله عليه وسلم ويلا بينا. في البداية كده بتختلف صعوبة إيجاد الصحبة الصالحة من بيئة للتانية، يعني من السهل إنك تلاقي صديق صالح في دولة مسلمة خصوصا لو أنت في ريف أو في قرية، والأصعب شوية إنك أنت تلاقي الصحبة الصالحة في الحضر أو في المدينة، وأصعب حاجة هي إنك أنت تلاقي صحبة صالحة في بلد غير مسلمة. بس مهما كانت البيئة بتاعتك ومهما كانت صعوبة إيجاد الصحبة الصالحة اللي فيها، فإن شاء الله الطرق اللي هاقول لك عليها هتساعدك تلاقي الصديق الصالح. بس في حاجة لازم تعملها قبل ما أقول لك على الطرق، هي إنك أنت هتحدد معايير الصديق الصالح اللي بتدور عليه، لأن ما ينفعش تدور على حد أنت مش عارف مواصفاته أصلا. فهديك شوية معايير أنت ممكن تختار منها. طبعا رقم واحد إنه يكون بيصلي، ويفضل إنه يكون بيصلي في المسجد. وتاني معيار إنه يكون مواظب على قراءة القرآن. وتالت معيار إنه يكون مش بيشتم ولسانه نظيف وتعبيراته محترمة. ورابع معيار إن هو مش بيكلم بنات أو ملوش علاقة بالبنات بدون داعي. وخامس معيار إنه عنده علم ديني حتى لو بسيط. وسادس واخر معيار ان هو بيحاول يطور من نفسه دينيا ودنيويا. والمعايير اللي أنا قلتها لك دي ممكن تخلي منها معايير اساسيه يعني لازم تكون موجوده في صديقك الصالح، ممكن تخلي معايير تانية تفضيليه يعني هتكون حاجه كويسه لو موجوده، زي ان يكون عنده علم ديني. بس لو مش موجود المعيار ده فمش مشكله كبيره يعني. وبعد ما تحط معاييرك في اختيارك لصديقك الصالح لازم تكون المعايير دي فيك انت الاول. فبعد ما تحط المعايير اللي بتدور على اساسها وبقيت الشخص الصالح ده ذات نفسه او في طريقك انك انت تكونه، هتبدا تجرب الثلاث طرق اللي هقول لك عليهم بقى. الطريقه الاولى هي انك انت تبص على اللي حواليك. ممكن جدا الصديق الصالح اللي بتدور عليه موجود في وسط معارفك بس انت ما تعرفش، ممكن يكون هو الشاب اللي انت ما تعرفش غير اسمه وشكله. فحاول تدور في وسط الناس اللي تعرفهم، وبنسبه كبيره هتلاقي على الاقل واحد كويس، وممكن ما يكونش شاب صالح قوي بس على الاقل شاب فيه الخير، فساعتها هتقرب منه وهتصاحبه، ومع الوقت ربنا هيصلحكم اكتر واكتر ان شاء الله. ولو جربت الخطوه دي بشكل جدي وما لقيتش حد صالح فعلا، او في حاله انك انت ما عندكش معارف كفايه تدور وسطهم، فجرب الطريقه التانيه، انك انت تشوف حد قريب منك بالفعل او صاحبك بالفعل بس مش صالح كفايه، يعني ما فيهوش المعايير اللي انت بتدور عليها، وحاول تصلح الشخص ده. لو تعرفه في الحقيقه فحاول تاخده معاك المسجد، وحاول تبعت له فيديوهات دينيه خصوصا فيديوهات عن الالتزام، وحاول معاه مره واتنين. ممكن يصدك او يتكاسل وكده، بس افضل حاول معاه كتير. ولو ربنا هداه فوقتها يكون عندك صاحب صالح، وفي نفس الوقت خدت ثواب كبير على مساعدتك ليه في هدايته. ولو صبرك نفذ وهو مصر على الضلال فعندك اختيارين، يا تصبر وتفضل تحاول معاه، او انك انت تسيبك منه وتخلي علاقتك بيه سطحيه. وساعتها هجرب الطريقه الثالثه، وهي انك انت تدور بنفسك على صديق صالح في وسط الناس الغريبه. على سبيل المثال صحبه المسجد، بنسبه كبيره هتلاقي فيهم ناس كويسه. ولو انت بتروح تحفظ قران او بتتعلم تجويد في مكان معين، فشوف الناس اللي بتيجي معاك، وبنسبه كبيره برضه هتلاقي حد فيهم صالح. ولو عملت كل ده وما لقيتش صحبه صالحه في كل دول، فما تستقلش بصحبه الاونلاين. وعشان اسهل عليك الموضوع ده اكتر، فاحنا عاملين سيرفر ديسكورد عشان السبب ده، عشان يكون المكان اللي تلاقي فيه ناس شبهك عايزين يطوروا من نفسهم دينيا ودنيويا. ومش بس هتقدر تقابل ناس كويسه ويكونوا اصحابك، لا كمان هتقدر تتعلم تجويد ان شاء الله في الجلسات اللي هنعملها، واللي هتبدا الخميس الجاي الساعه 10 مساء بتوقيت مكه ان شاء الله، وهيتشرح فيها اساسيات التجويد. فلو انت متعرفش اي حاجه في التجويد فدي الفرصه الذهبيه ليك انك انت تبدا تتعلم التجويد، وتكون دي اول خطوه ليك في تطوير علمك الديني. وبكده دول الثلاث طرق اللي ممكن تلاقي بيهم صحبه صالحه. ولو عندك طرق تانية تقدر تكتبها في كومنت. وبس كده، السلام عليكم.